هيفضل معاك في الفرن بتاع البوتاجاز لمده اسبوع مجرمش زي ما هو ومش هيبوظ ولا حاجه. ونعمل كميه على قد العيال كده يا ما شاء الله، على قد ما جبنه ونكهه بطعم الفراخ، واي نكهه انتوا حابين تضيفوها ضيفوها، وبالف هنا وشفا. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل مع بعض مجرمشات لطلبه المدارس والحضانه وكده. عايزه اقول لحبايبي وحشتوني وحشتوني خالص والله. النهارده هنبدا بحاجات بسيطه مع بعض، وان شاء الله من هنا ورايح هنستمر نعمل حاجات حلوه كتير مع بعضينا. بس حبايبي ما ينسوش اللايك والشير واشتركوا في القناه كده عشان القناه تترفع بيكم ان شاء الله، ونمشي مع بعض ان شاء الله خطوه بخطوه. تعالوا يا حبايبي نشوف المقادير بتاعت المجرمشات. يعني اعتبر مفيش مقادير. انا معايا دقيق رز، ممكن تعمل بنشا ودقيق قمح. معايا كركم او كاري، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه واحده بس كده، معلقه مليانه. ومعايا هنا توم بودر وبصل بودر وذره ملح ابيض، بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا ميه عاديه خالص من الحنفيه، بسم الله. طبعا ما فيش هنا مقادير لان اللي انت عايزاه. انا هعمل بدقيق رز جايباه جاهز، مش شاريها جاهز. انت ما عندكيش دقيق الرز الجاهز، هات كوبايه رز اغسليها وبيتيها والصبح اطحنيها ونخليها، هتبقى زي الفل، هتبقى ناعمه وزي الفل. عشان نعمل كل حاجه في البيت من غير مواد حافظه ومن غير حاجات، يعني المواد اللي هي مشتريها من بره دي بتضر اطفالنا الصغيرين والكبار. فنعمل حاجات مع بعض في البيت ان شاء الله. هتعملي كوبايه اعملي، هتعملي كوبايتين اعملي، براحتك اللي هتعمليه. انا هستخدم كميه النهارده تكفي يومين 3. بسم الله الرحمن الرحيم. من الكيس على طول كده وهكب، بسم الله. عجينته سهله وبسيطه خالص، وبالمعلقه كمان على طول، مش محتاجه مضرب ولا محتاجه اي حاجه. بس في التشكيل طبعا هنحتاج جمع بسيط او كيس ثلاجه، الكيس اللي هو بتاع السبوع اللي بنعبي فيه الفشار للسبوع وكده، برضه ده حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه طريه شويه فهديها رشه. بسم الله الرحمن الرحيم. المجرمشات يا جماعه اسهل ما يكون والله، سهله جدا. هنجيب طبعا منكهات بطعم الفراخ، طعم الجبنه اللي اولادنا بيحبوها هنجيبه ونرشه في الاخر بعد ما نحمر ان شاء الله. العجينه تبقى طريه بالشكل ده كده، ما تخافيش منها، مش هتسيب منك ولا حاجه. دقيق الرز زي دقيق النشا بالظبط، اما ينفش معاكي ويتماسك جدا. تعالوا نروح نرفع الزيت على النار ونبدا كده، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي كده نعبي المجرمشات بتاعتنا. انا عندي الجمع ده، اللي ما عندهاش الجمع ده زي ما قلت لكم اي كيس هيمشي معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الزيت على النار وولعته، بس الزيت ما يبقاش سخن قوي، يعني يا دوبك كده يبدا يسخن وهبدا اقطع، يعني ما اغلوش. تعالوا يا حبايبي نقطع كده، بسم الله الرحمن الرحيم. مش اما ياخد وقت في التحمير، اول ما ياخد اللون الذهبي ويبدا يقرمش كده هنطلع على طول. تعالوا يا حبايبي نطلع كده اللي سويناهم، بسم الله. حطيت النار بس، ما طلعوش قبل ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده كده. شايفين القرمش عامل ازاي؟ قرمش بجد ما شاء الله. بص ما شاء الله. هخلص باقي الكميه تقطيع وتحمير ونرجع معاكم نقدم مع بعض ان شاء الله. وخلصت يا حبايبي الكميه بتاعتها اللي احنا عملناها. انت ممكن تضاعف الكميه، تعملي ده حوالي كوبايه ونص او كوبايتين باللي هو المج دقيق الرز. انت ممكن تعملي 3، تعملي 2، ان شاء الله تعملي كيلو دقيق الرز كله، زي ما تحبي يعني الكميه تعمليها. هيفضل معاك في الفرن بتاع البوتاجاز لمده اسبوع مجرمش زي ما هو ومش هيبوظ ولا حاجه. ونعمل كميه على قد العيال كده يا ما شاء الله، على قد ما ياكلوا. هوريكم القرمشه ما شاء الله، بسم الله. حطينا نكهه الجبنه ونكهه بطعم الفراخ، واي نكهه انتوا حابين تضيفوها ضيفوها، وبالف هنا وشفا لحبايبي.